مختصر باب حل الطيبات وحرمة الخبائث من كتاب ما لا يسع المسلم جهله. تحريم الميتة وما يتعلق بالذبائح من الأحكام. نؤمن بأن الله قد حرم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأن الحيوان لا يحل أكله إلا بالتزكية. تزكية هي الذبح الشرعي، وهي فيما قدر عليه تكون في الحلق أو اللبة مع قطع المريء والحلقوم والودجين، وفي غير المقدور عليه كالبعير النافر عقره أي ذبحه بجرح مزهق للروح في أي موضع من بدنه. كما اشترط لحل الحيوان أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، وألا يترك التسمية متعمدا، وألا يهل بذبيحته لغير الله. وإذا اختلط المزكاة بالميتة حرمتا جميعا. وعلى المسلم أن يحسن الذبح، فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء.